تصدر أحمد فتوح نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري القومي اهتمام الصحف الأسبانية صباح يوم الأربع بعد الأداء الدفاعي القوي الذي قدمه أمام الواعد الشاب لامين يامال لاعب برشلونة في المباراة الودية التي جمعت بين منتخب مصر وأسبانيا وانتهت بالتعادل السلبي. وأبرزت صحيفة الأسبانية قدرة أحمد فتوح على السيطرة على الجانب الأيسر من الملعب، مشيرا إلى أنه لم يترك أي مساحة للاعب الأسباني الشاب لامين يامال، ما أدى إلى تقليص تأثيره بشكل ملحوظ خلال الشوط الأول الذي لعبه أساسيا. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأداء جعل لامين يامال يقدم واحدة من أقل مبارياته تأثيرا مع الفريق القومي الأسباني حتى الآن. ولم يقتصر تأثير أحمد فتوح على الملعب فقط، فقد استخدم وسائل التواصل الاجتماعي ليبرز تفوقه، إذ نشر عبر حسابه على إنستجرام صورة تجمعه بلامين يامال وعلق عليها قائلا: أنا لا أرى أحد، في إشارة إلى نجاحه في إيقاف اللاعب الأسباني الشاب، وهو ما وصفته الصحيفة بسخرية ذكية وتفاخر ضمني بمستواه الدفاعي. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن المنتخب المصري أظهر شخصية قوية وتنظيم دفاعي محكم طوال اللقاء، وكان أحمد فتوح أبرز لاعبي الفريق بفضل تحركاته الدقيقة وقدرته على الحد من خطورة أهم أسلحة المنتخب الأسباني، ليؤكد مرة أخرى مكانته بين أفضل المدافعين في القارة الأفريقية السمراء.